مساء الخير، حسب ما تتفرجوا على الفيديو. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل أكلة سريعة كده. هي مش سريعة قوي، هي بتقعد على النار تقريبا 4 5 ساعات. أنا عندي حلة ضغط، بس أنا حابة أسويها يعني على الهادي كده، بعدين مش مستاهلة، هما قطعتين بالظبط. ايه هي الأكلة؟ كوارع. حد بيحب الكوارع؟ أنا عن نفسي بحبها بجد. تعالوا بس نشغل البوتاجاز الأول ونقفل البلكونة عشان الصوت، مش عايزين ازعاج. تمام، شغل بس البوتاجاز. بصوا دول قطعتين كوارع، خلاص. واحدة طبعا انا غسلاهم كويس جدا بملح وخل وليمون ودقيق وجنزبيل مطحون، وكمان يعني غليتهم 5 دقايق. غليتها 5 دقايق وبعد كده شلت الميه بتاعتها، وهنحط بقى ميه تانية، قلت نعملها مع بعض. وكالعاده نسيت اجيب الكاتل اللي انا مسخنه فيه الميه او غاليه في الميه. ما علينا، هخش اجيبه دلوقتي. لا الحمد لله ما نسيتش معلقه. دلوقتي انا حطيت هنا ايه، حطيت الكوارع وحطيت معاها بصلتين صغيرين، وهنا معايا طماطم متقطعه وجزر. تمام، هنحطهم بالشكل ده. بصوا هو انا مضطره اروح اجيب الميه، وكمان هجيب معلقه عشان اعرف اخد بها السمنه، عشان مش هعرف اخد بدي خالص. وودي دي كمان بالمره، بس هسيب دي عشان نقلب بيها. ثواني. طبعا لازم ميه سخنه علشان الكوارع ما تعملش ريم. اي يعني فراخ، اي لحوم بنعملها بنشوحها على النار لازم نزودها ميه تكون مغليه عشان ما تعملش ريم في الشوربه. خلاص هنا بقى ايه، هنحط بس السمنه، وهقول لكم بقى نحط توابل ايه. معلش السمنه كانت في التلاجة فجامده شويه، ممكن اسيبها للاخر. لا جامده جامده بجد. طب بصوا انا هسيب السمنه للاخر لانها جامده قوي. بصوا احنا هنحط التوابل اللي هي عباره عن ايه بقى، عن فلفل اسود، كمان من ورق اللورا، بصوا الملح هنسيبه اخر حاجه، يعني اخر نص ساعه كده. ومعانا هنا ايه، ده ايه، ده ورق لورا مطحون، خلاص احنا حطينا ورق لورا عادي. وكمان بصوا هنحط سنه كركم، هتخلي لون الشوربه حلو قوي، يعني حاجه بسيطه يعني. تمام، هنقفل بس عليها شويه ونغطي. ايوه اهو. هنسيبها شويه على النار. تعالوا نولع عندي اعمل لسه ما فطرتش، نفطر سوا. اتفضلوا معايا، فطار بسيط قوي 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 فوق ما تتخيلوا يعني. دي كده بس، دي كده. بصوا انا هنا عندي توست حمصاه، وكمان ايه حاطه كيسه كده. ناس تجيب طبق. بصوا التوست انا اللي عاملاه، ما تقولوش ان هو في الكيسه دي ان هو جاي من بره، لا انا اللي عاملاه. اللي عايز المقادير بتاعته يقول لي. اعملوا لايك وانتوا بتتفرجوا على الفيديو كده لو سمحتوا، واللي مش مشترك عندنا اتمنى يشرفنا في قناتنا. نشوف طبق هنا.
لا مفيش هنا طبق. طيب هروح اجيب طبق. انا جيت. تعالوا ما نبص كده، هي قفل ليه ده؟ في ايه؟ بصوا، هو انا هنا هبدأ ايه ازود المية ونسيبها ايه تغلي بقى براحتها. زي ما قلت لكم المية سخنة. هسيبها تغلي بقى براحتها قوي يعني. مش عارفة البتاع ده بتغلي فيه ايه. تعالوا بقى ايه نعمل فطار. عبارة عن ايه؟ زبدة فول سوداني، تمام. شايفين كده من بعيد ولا اقرب لكم الكاميرا شوية على الاكل عشان تشوفوا انا بعمل ايه؟ مين بيحب زبدة الفول السوداني زيي؟ تمام. زبدة الفول حط عليها معلقة عسل، مش كتير يعني. فطار صحي والله. وكمان نحط عليها رشة قرفة. هي قرفة. اكيد. بدل ما احط بابريكا ولا حاجة. هي لونها فاتح قوي النهارده كده، بس انا لسه جايباها جديدة. شوفي اللبن. شايفين؟ ده الفطار الصحي. وطبعا دي معلقة العسل اللي حطيت بيها، فهقلب بيها عادي مش مشكلة. ما اعتقدش ان فيها مشكلة، لا المشكلة ان وقعت عليا. بصوا عموما هي الكوارع مش هينفع في فيديو واحد، فاحنا هنجزئها. زي ما قلت لكم انا ما عنديش برنامج مونتاج، فما بعرفش ان انا اعمل كات للفيديو. فان شاء الله بعد ما الكوارع تستوي ممكن اعمل لكم فيديو شورتس بالنتيجه بتاعتها في الاخر. تمام. تعالوا بقى اقربوا كده عشان اوريكم الفطار بتاعي، وكمان اوريكم الكوارع من قريب ايه اللي حصل. دي بدات تغلي. نقفل بس هنا. تمام. على ما تغلي شويه هحط الملح وهحط السمنه كمان، احسن انا نفخه نفسي قوي. المهم تعالوا قربوا وشوفوا شوفوا الفطار، وكمان شوفوا الكوارع. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. الكوارع بدأت تغلي. تمام. سلام.